يا جماعة نحن موجودين في هذا الخزان. هذا هو خزان قرية حلول في سهل الروج. طبعا هذا الخزان كان يسقي مساحات كبيرة عنا في سهل الروج، يعني شمالا من قرية الكنيسة هيك لقرية العراقية كلها كانت تسقي من هذا الخزان. طبعا مثل ما انكم شايفين في هاي البواري، في بواري بتطلع مي على هاي الخزان وبواري بتنزل المي على الفتحات الموجودة تحت الأرض. طبعا محطة الضخ مثل ما انكم شايفين هاي هي محطة الضخ، بتضخ المية من أحد البواري على هذا الخزان حتى يتعبى ويبلشوا ينزلوا المي على الفتحات الموجودة تحت الأرض في سهل الروج. طبعا هذول الفتحات كانت استفادة منها بنسبة 95%، يعني كل المزارعين كانوا يستفيدوا من هاي الفتحات. فنتمنى إن شاء الله بالسنوات الجاية، السنة الجاية سنة 26 و27 تتفعل هاي الخزانات وتتفعل القنوات الموجودة تحت الأرض وتتفعل المحطات، ويرجع سهل الروج مثل ما كنا نعرفه كله خضار يعني، وتزرع الزراعة من شوندر وقطن وإلى باقي المحاصيل. فنتمنى إن شاء الله السنوات القادمة أجمل، نتمنى تكون سوريا مثل ما نعرفها. من سهل الروج في ريف إدلب، السلام عليكم.